مرحبا. اليوم بالميت اب رح اعرفكم على شاب كمان معنا من لبنان اسمه خليل ابو سمره. رح اتركه هو يعرف عن حاله بس وبدي اساله سؤال. خليكم معنا، تفضل. اوكي، اول شيء اسمي خليل ابو سمره، انا الاصل من لبنان وعايش حاليا بمونريال بكندا. هلا اوكي، جيت لهون على ميشيغان للميت اب لاجتماع مع اشخاص، مع حوالي 250 الف شخص مجتمعين من عده مناطق وهن بالاصل من عده بلدان. كمان نلتقي وتشير ايدياز وتشير اكسبيرينس. هلا انت الك بالبزنس تقريبا عم بتقلي، كنا عم نتحدث وعم بتقلي الك تقريبا شي 7 اشهر بالبزنس. سنه 7 اشهر، سنه ونص. خلال هالسنه ونص لو رجعت فيك الزمن لورا من سنه وسبعة اشهر وشفت دعايه مثل الدعايه اللي جذبتك وفت فيها على البزنس، شو بيكون شعورك؟ صراحة اختلف الموضوع، لأنه أول مرة شفتها كان في تردد، يعني ترددت وإذا بدك صراحة أنا شفتها قبل من سنة ونص، شفتها من زمان كتير وصار في اتصال، وترددي وتخوفي كان كتير كبير وما فت بالبزنس. مرق سنتين ثلاثة ورجعت شفت دعاية من سنة وشوي وقلت لا، هالمرة لازم اخطي الخطوة واتعرف أكثر على البزنس، وهذا اللي صار. تعرفت على البزنس وكنت مردد، اذا بدك اقول لك كمان كنت مردد، بس هلا وقت صرت جوا بقلب البزنس صرت شوف البزنس من جوا، صرت اعرف قد ايه هو البزنس حقيقي وقد ايه هو قانوني. وهون شوي ما بدي اقول عتب، بس الطريقه المعمول فيها البزنس انه اللي برا ممكن يخاف. هلا ما بنلومه لانه كثير قصص بنشوفها على الانترنت واخر شيء بتطلع منها حقيقيه، بس وانس صرت جوا صرت بشجع كل واحد بشوف اعلان خاص لنا لاشخاص مثلنا عم بروموتينج هالبزنس هيدا، ما لازم يترددوا وما يكون عندهم الخوف اللي انا كان عندي اياه لسبب واحد، حتى ما يضيعوا الوقت اللي انا ضيعته. هلا هو خليل مثلي مثل اي شخص بشوف هيدي الدعايه بخاف بيتردد، لانه كلنا مرقنا بهيدي الحاله. بس هون انتم اذا ما اخذتوا القرار واخذتوا الخطوه وجربتوا ما رح تعرفوا، لانه نحن عم نعمل بروموت لبزنس شرعي 100% قانوني، بندفع عليه تاكس. خليل عايش بكندا، كان عم يحكي بمونريال بيدفع عليه تاكس. انا كمان عايشه بميشيغان هون بامريكا وبدفع عليه تاكس. فخذوا الخطوات كلها، ما تترددوا. اكيد كان لنا الشرف نكون مع خليل اليوم، وان شاء الله رح نتلاقى معكم بفيديوهات جديده. وشكرا لك ولوقتك. شكرا لك. انا بس بدي اضيف شغله، انه لا ياخذ واحد الخطوه ما عنده شيء يخسره. كل اللي بده يعمله هي شويه افورتس، شويه قناعه، ويخطي هالخطوه هيدي، لانه مثل ما قلت ما في شيء يخسره. بالنهايه بيتعرف اكثر على البزنس، بيعمل دراسه اكثر للبزنس، وهون بياخذ قراره المضبوط اذا بده ينسحب او بده يكمل، بس بكون اخذه على قناعه. يعطيك الف عافيه وشكرا لك. ميرسي لك. موفق. يلا باي باي.